اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نعمل صينية سردين بطريقتي. الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا، اللي مجربها أكيد في ناس كتير مجربينها، واللي مش مجرب الطريقة دي جربوها وتعجبكم. تعالوا نشوف هنبدأ ونعمل ايه. يلا نسمي بسم الله. بصوا بقى يا جماعة، أنا هنا السردين لازم 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 أغسله غسلة محترمة وبشيل القشر من عليه. بمسك السردين واحدة واحدة واشيل القشر من عليه كأنك بتنضفي سمك بالظبط، بس طبعا مش بفتح بطنه. هحط عليه ايه بقى؟ هحط عليه على قد ما اقدر من التوم، توم كتير جدا جدا، على قد ما تقدري تكتري كتري في التوم. وحطيت ملح وكمون وشوية خل كده صغيرين، وابتدي قلبي كل الكلام ده مع بعض وسيبيهم شوية على جنب. قلبيهم كويس كده علشان تتأكدي ان التوم والتوابل اللي انت حطيتيها دخلت في كل السردين ومفيش حته مش واصل لها التتبيله اللي انت حطاها. خلصنا كده السردين تمام، هنركنه على جنب ونشوف هنحضر ايه تاني. انا المكون الاساسي في الصينيه دي هي الطماطم. يعني في ناس بتحب تحط عليها طماطم فقط. انا لو هعمل الصينيه دي ليا لوحدي هحط فيها بطاطس من تحت واحط الطماطم والبصل من فوق. بس عندي في البيت هنا مش بيحبوا البصل في الصينيه بتاعت السردين يعني. فانا جبت شويه حلوين من الطماطم كده، قطعتهم قطع صغيره خالص. والليمون طبعا انا هركنه على جنب علشان الليمون ده بيتحط في الاخر. هحط نفس اللي حطيته على السردين على الطماطم، برضو هحط شويه توم وملح وكمون واقلبي الكلام ده بقى مع بعض يا ست الكل. لو لسه بتشوفي الفيديو لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. انا هنا كنت محضره بصل مقطعاه طرنشات كده زي ما انتوا شايفين، حطيتهم برضو على الطماطم وقلبتهم تقليبه حلوه كده مع بعض. المهم عندنا هنا التقليب علشان نتأكد ان كله اندمج مع بعض كده. هنجيب صينية محترمة كده، الصواني اللي هي بتاعت البيتزا اللي السور بتاعها بيكون واطي. هنحط فيها شوية زيت كويسين علشان برضو السردين ما يكونش لازق في الصينية او ما يلزقش فيها. وهنبتدي بقى نرص السردين رصة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. انا اهم حاجة عندي ان الاكل يبقى شكله حلو، العين بتاكل قبل اي حاجة يا جماعة، لازم الاكل كده يبقى شكله حلو ومرتب. انا بحب رص السردين كده زي ما انتوا شايفين. الواحد كل فترة كده لازم بتطلب معاه بحاجة كده اللي هو سمك، سردين. بس السردين ده انا بحبه جدا يعني، بحبه جدا جدا. فبس كده خلاص، احنا كده خلصنا الصينية، مش ناقص لها بس غير ان احنا نحط الطماطم كده من على الوش. المية اللي انا حطيتها في الاخر دي، المية بقى اللي نازلة منه بالثوم بالتوابل اللي انا حطاها كلها برضو نزلت بيها. وفي الاخر هحط الطماطم والبصل كده من على الوش. وابتدي بقى دخليها الفرن، وما اقولكيش على الريحة في الوقت اللي هي بتكون فيه في الفرن يا جماعة، بتبقى قلب البيت. دي اكتر طريقة للسردين انا معتمداها، بحبها جدا جدا جدا. اكيد في ناس كتير بتعملها، بس انا بشوف ناس كتير بتحط السردين كده خلاص وتحطه في الفرن. لا، ده السردين ده مزاج مزاج، لازم يتعمل كده بمزاج علشان تبقي مستمتعة وانت بتاكليه كده. زي ما السردين بيحب التوم بيحب الليمون جدا جدا جدا، كتري ليمون على قد ما تقدري. انا حطيت هنا ليمونتين، عايزه تحطي اكتر عايزه تحطي معاهم شويه خل مفيش مشكله. وحطيت كده الليمون ذات نفسه فوق علشان الشكل مش اكتر. اكله سهله وبسيطه جدا جدا، من ضمن الاكلات اللي ما ببقى اليوم ده مش عايزه اقف في المطبخ كتير، بتبقى بالنسبه لي اكله سهله جدا ما فيهاش اي مشكله ولا فيها اي حاجه. انا بس اللي بيبقى فيه تكه شويه عندي تنظيفه، ان انا بحب اشيل القشر بتاعه وما بحبش اسيب فيه اي حاجه. وكده الصينيه بقت جاهزه معانا، هتاكلي احلى صينيه سردين انت ممكن تدوقيها. وبس كده، يلا بينا ناخد بقى الصينيه دي على الفرن ونشوف هنعمل ايه تاني. انا ما بحبش او ما بعرفش اكل السردين غير مع البطاطس المحمره. فوالصينيه في الفرن كده قطعت حبه بطاطس محمره حلوين كده، حطيتهم في شويه ميه، ويا ريت تحطي على الميه شويه ملح وشويه خل وتسيبيها على جنب عشان البطاطس تبقى مقرمشه. خلاص السردين قرب يطلع من الفرن، رحت مولعه على البطاطس. وهنا بقى كل حاجة كانت جاهزة. الصينية يا جماعة تحفة. عايزة بصوا، انا اول ما بجيب السردين كده بقى عايزة اكله دلوقتي خلاص، مش قادرة استنى عليه. تحفة جدا جدا جدا. جربوا الطريقة دي وقولي رأيكم فيها، وقولي لي تابعوني منين كمان. بصوا بقى الحركات اللي بتجوع دي بقى، بجد كانت حلوة قوي 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 قوي.
في الوقت ده بقى خلاص كانت كل حاجة جاهزة، حتى البطاطس طلعت من على النار. هبتدي بس احط عليها شوية ملح كده وشوية بهارات. على فكرة يا جماعة انا جايبة بهارات فراخ. البهارات دي يعني اي حاجة بتوديه في حتة تانية، خصوصا مع البطاطس، هي مع البطاطس كده بتخلي طعمها حلو جدا جدا جدا. انا بقى هنا كنت عايزة اوريكم صينية السردين، بس كانت سخنة جدا ما قدرتش امسكها، بس انا كنت موريها لكم يعني اوريدي. وبس كده، ويلا بينا ناكل بقى الاكلة دي، مش ناقصها حد غير ان انتوا تدوقوها. بفكركم تاني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملي له لايك وكومنت كمان. حطوا بقى شوية بطاطس ويلا بينا. وبس كده.